لقيت المية اللي ريحتها وحشة دي اللي كانت مغرقة سريره وهدومه جاي من فم عبد الرحمن، والولد ولا بينطق ولا بيتحرك. صرخت وصوتت بعلو صوتي، قلت الحقوني ابني بيموت. وساعتها جه أبو عبد الرحمن، جه بسرعة وكان مخضوض يشوف فيه إيه، ولأننا كمان عايشين في منطقة شعبية جم الجيران عشان يطمنوا علينا. وساعتها أخدت أنا وخالد ابننا ودخلناه الحمام وغيرنا له هدومه، والجيران الله يبارك لهم غيروا ملاية السرير. وكل ده والولد مش بينطق. ولستر ربنا كان لنا جار صيدلي فضل يضغط على صدر عبد الرحمن لحد ما خرج كل المية اللي ريحتها وحشة دي، وقال لنا ده لازم يروح المستشفى، ده شكله أكل أو شرب حاجة ملوثة. وفعلا جرينا على المستشفى وعملنا له غسيل معدة، والدكتور وقتها قال ممكن يكون أكل أو شرب حاجة ملوثة. وساعتها لما عبد الرحمن فاق شوية وبابا سأله قال إن مكلش خالص، لا بره البيت ولا جوه البيت. ورجعنا وقتها البيت، ورجع عبد الرحمن سرحان. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.